تعتبر رياضة التنس الأرضي واحدة من أكثر الرياضات شعبية في العالم، وتتمتع بقاعدة جماهيرية ضخمة. وأصل لعبة التنس لا يزال محل نزاع، فهناك بعض الأقوال حول أنها نسخة حديثة من لعبة اخترعها المصريون القدماء، ونظرية تقول أن كلمة مضرب راكت هي من أصل عربي، وبعض الأقاويل تقول أن التنس هي لعبة فرنسية الأصل والمنشأ، حيث أطلق عليها اللعبة البيضاء أو لعبة الملوك، حيث نشرها نبلاء فرنسا في القرن الثالث عشر الميلادي، ولكن بطريقة بدائية، وذلك عن طريق استخدام كف اليد كمضرب للكرة، وانتشرت من فرنسا إلى باقي أجزاء أوروبا. ولقد أطلق عليها الإنجليز الاسم المعروف حاليا التنس. وأقيمت أول بطولة رسمية للتنس في إنجلترا في ويمبلدون عام 1877، وتم تأسيس الاتحاد الدولي للتنس في مارس 1913. وصنفت لعبة التنس حسب الأرضية التي يقام عليها المباراة، فهي إما رملية أو ملاعب صلبة أو ملاعب عشبية. ولقد أقيمت بطولة مصر الدولية للتنس أول مرة عام 1907 قبل تأسيس الاتحاد المصري للتنس سنة 1920. وأشهر اللاعبين المصريين الذين فازوا ببطولة مصر الدولية هو الكابتن إسماعيل الشافعي. ولتاريخ التنس في مدينة الإسكندرية قصة أخرى سوف نسمعها ونشاهدها من خلال هذا اللقاء الشيق مع واحد من قدامى مدربي التنس في مدينة الإسكندرية. أول حاجة نحب نتعرف بحضرتك. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. أنا اسمي السيد محروس، مدرب التنس منذ عام 65 إلى الآن. وكان لي زميل يدعى عرف عبد الله عبد العالي. أيوه. رحمه الله. الله منذ 3 سنوات. حضرتك عندك كام سنة دلوقتي؟ أنا عندي 72 سنة. ربنا يديك الصحة. عمري 72 عام. تمام. حضرتك بقى اللي ماسك التدريب دلوقتي؟ حاليا بالمركز. ويوجد برضه زميل لي اسمه حسن عبد الكافي. ده شغال مع حضرتك؟ شغال معايا برضه. طيب، وبالنسبة بقى لأسعار التدريب هنا، يعني المدارس هي كاشتراكات شهرية. أيوه. بإيصالات مسجلة، وياخدها اللاعب بعد ما يدفع إيجارها 100 جنيه شهريا. 100 جنيه لصالح الإدارة. كمدرسة. بتبقى كام حصة في الأسبوع؟ في الأسبوع حصتين. في الأسبوع حصتين. 8 حصات في الشهر. 8 حصص. الحصة ساعة؟ ساعة. تمام. لا، الحصة ساعتين شامل الأولاد. الأولاد كله جميعا. ساعتين. تمام. طيب، بالنسبة للملاعب بقى التنس هنا في اسكندرية، يعني الملاعب الموجودة هنا في اسكندرية فين؟ والله نادي سبورتنج في ملاعب عديدة. كمية ملاعب. نادي سموحة في كمية ملاعب. نادي لاجون في كمية ملاعب. نادي أكاسيا في كمية ملاعب برضو. أيوه. في جرينلاند، نادي جرينلاند. وهل الملاعب كلها بالمنتزه؟ بالمنتزه. الملاعب دي كلها رملية زي هنا؟ ترابية. ملاعب ترابية. لكن ما فيش ملاعب. الاي جي سي كان فيها ملعبين. الجامعة بقى. الجامعة فيها ملاعب، استاد الجامعة كان. تمام. وكلية الآداب. تمام. يقول لك آداب وتجارة. مجمع الكليات اللي هم في منطقة الأزهرية كلها. كانت ملاعب التجارة، كلية التجارة. أيوه. تسمى كده. استاد الجامعة كان في ملاعب تنس ونزلوها تحت جنب المدرجات. تمام. ملاعبين تنس. دي الأماكن اللي فيها ملاعب. في مدرسة اسمها نوتردام ميسيون فيها ملاعب. تمام. لكن ما فيش ملاعب بلاستيكية أو نجيلة؟ لا، ملعب واحد بلاط، وكل التغيير غير مين؟ بلاط. بلاط مش اسمنت ولا حاجة. تمام. أصعب نوع في اللعبة متهيألي الملاعب الرملية دي، صح؟ صعبة. لا، يعني اللعبة اللي يؤتمن عليها اللاعب. الملاعب الرملية الترابية. يؤتمن عليها اللاعب من ناحية ايه؟ من ناحية الإصابات والكلام ده، غير ملعب الأسمنت. أيوه. الأسمنت كيتشن وإصابة فيه كتير. وبتسبب صدمات في الركبة. أما ملعب حمراء أرض حنينة. زي ما أنت شايف كده. صح. حتى لو اللاعب وقع في الأرض مش هيتأذى. ما يتأذاش. ما يحصلوش حاجة. طيب، بالنسبة للتدريب بقى، يعني التدريب ساعتين. ايه اساسيات التدريب؟ ساعتين جماعة في اليوم للأولاد. جميع المراحل السنية. من 4 ل 7 زميلي، من 4 سنين ل 7 سنوات زميلي اسمه حسن عبد الكافي. أيوه. من بعد 7 سنوات أنا بشتغل مع كله حتى لو تجاوز 30 سنة. وأنا هنا موجود من سنة 62. تمام.
بدات اتدرب سنه 65. تمام. وفي لي برضه عرفه كان معايا بنفس التاريخ. ايوه. لما الملعب اشتغل والمباني اتعملت والعضويه اتفتحت. ما كانش فيه لسه المباني ولا كلام من ده. ملعب تنس بس وملعب كره سله. كان برضه ترابي برضه. تمام. وملعب خماسي كان ترابي داخل في الباب كده. واخد بالك؟ التمرين بالنسبه للتمرين بقى نفسه اللي هو اساسيات التمرين، الباك هاند والفور هاند. تعليم الاولاد. تعليم الاولاد على وقفه استقبال الكوره. بالنسبه للكره الاماميه تسمى كره اماميه اللي هي الفور هاند، وخلفيه اللي هي الباك هاند. ايوه. دي طريقه تعليم الاولاد وطريقه ازاي يستقبل الكوره ويقف لها ازاي ويحضر رجله ازاي للكوره. بالك بتبقى الرجل عكس الايه الشمال. الشمال زي ما انت شايف دلوقتي حاليا التدريب اهو. بداوا الاولاد يغيروا الطريقه دي. يمكن احنا بناخد احدث حاجه من اوروبا. بدات النشاط كده بالنسبه لتظبيط الايد وضربه الكوره بلعبه اسمها سبين. سبين وتوب سبين. كوره سبين وتوب سبين. تعليم الاولاد على كده برضه ان هي دي اللعبه الناجحه او الضربه الناجحه اللي هو يكسب بيها. بطولة المدارس بتعمل عندنا هنا في الشلات. ايوه. بطولة مدرسية بتعمل عندنا مناطق، عندنا مناطق شرق ووسط وغرب. دول بيحضروا البطولات المدرسية. واللي بياخد فيهم في النهاية درجات إلى المرحلة الإعدادي، مرحلة إعدادي أو ابتدائي أو ثانوي، بياخد مراحل، بياخد نقط من التربية التعليم فوق مجموع في مجاميع بيدوا الكسبان او الفايز. التربيه التعليم بتديله بتقدره، بتديله مركز. لا بتديله نقط تاني او درجات يعني. ايوه. درجات تانية فوق مجموعه هو. على اساس ان هو يعني ادى اداء جيد. وفاز باسم مدرسته. دي نشاط التربيه التعليم بيقام عندنا احنا هنا. تمام. لكن بالنسبه مثلا لضربه السيرف مثلا، هل بتخش بتخش عليها الطالب من الاول ولا بياخد فتره على بال؟ لا، من صغره. من صغره بيتعلم ضربه سيرف وضربه سماش. سماش على الشبكه. كره على الطاير. ايوه. وضربه السيرف من ورا خط الارسال، خط البيز لاين ورا. ضربه السيرف يكون رجل اللاعب بعيد عن الخط. ايوه. بنعلموه على ايه ضربه السيرف برضه. وهنا وماسكه المضرب في ضرب السيرف، والوقفه اللي احنا بنبدا بيها ضرب السيرف. دي حاجات احنا بنعلمها للاولاد. هل في مثلا الملعب شغال مثلا من الساعه 8 الصبح لحد 10 بالليل بجدول معمول يعني. لنا والمجالس الكلام ده. طب هل في مثلا مضارب متوفره ولا اللاعب بيجيب مضارب؟ اللاعب بيجيب حاجته معاه. ادواته الشخصيه. في رواد عندنا بقى، دول اطفال صغيره. رواد العضله. اطفال صغيره دول يعني ما لهمش دعوه بالكلام ده كله. اما في رواد اعضاء المركز بيبقى لهم يعني ايه التسهيل ان هو يلعب لعبه مسن اصلا. رواد. ايوه. بالنسبه لاسعار المضارب بقى دلوقتي والفرق ما بين المضارب بقى دلوقتي، المضارب النهارده في صيني بيبدا من 125 جنيه. 125. يعني الناس اللي هي يعني مش قادرين يصرفوا على اللعبه بدائيا كده، او يختبر العيل انه يستمر فيها او ما يستمرش فيها، وبعد كده يجيبوا له مضارب الغاليه. ده بيبدا من 125 الى 300 جنيه. اصناف مضارب يعني. ايوه. يعني في يونكس، وفي دانلوب، في هيد، ماشي، وفي ويلسون. ويلسون ده كل ده هاي كوبي، حاجات يعني ايه رخيص الاولاد. رخيص اللي بيلعب تنس بدايه اللعب، يتمرن الاول يشوف نفسه وبعد كده يخش في اللعبه. بعد كده في مضارب بقى يعني اسعارها بتبدا من 1000 جنيه الى 2000 الى 3000. حضرتك بقى حضرت اللعبه في الاول زمان لما كانت المضارب خشب. بس اللعبه بالمضارب الحديثه دي اسهل. كان في لاعب عالمي يلعب ماكنرو، سموا اسم مضارب الخشب دانلوب فورت باسمه، وتروح تشتريه من المحل باسم مين؟ جون ماكنرو. كان في واحد سويدي بطل عالمي اسمه بورج. ايوه. بيورن بورج. ايوه. عملوا له مضارب هيد باسمه برضه. يعني ليه ايه كشهره مضارب باسمه هيد باسمه. يعني كان في فان ليندل كان عملوا مضارب ويلسون باسمه. ايوه.
يعني في حاجات ياما اتعملت باسماء وابطال عالميين. طيب واللعب بالمضرب الخشب اسهل ولا بالمضرب الحديد؟ لا خلاص الاستحداث يبقى احسن والكور اتطورت. الكور كانت الاول كوره بيضاء، النهارده كوره برتقاني صفرا متهيألي ولا برتقاني؟ برتقاني صفرا ايه عشان ايه؟ فوسفوريه اوضح الرؤيه. كان الاول كوره بيضاء وكان غالبيته دنب او تشيكي اللي هو كان تشيك بيطلع كور برضه كويسه بس بيضاء، ودنب بيطلع كور كويسه واخد بالك بس بيضاء برضه. ايوه تمام. طب وبالنسبه لانواع الشبكات، هل في انواع شبكات مختلفه ولا الشبك كله كان في شبك بلدي يعني اندثر دلوقتي ما بقاش فيه. النهارده شبك مستورد كله، في منه يونكس وفي دنب واخد بالك. يعني نقولوا ايه الحاجات اللي هي فعلا تستخدم وتعيش عمر طويل ويبقى الشبكه منها ما تبحرش بالشكل الوحش قوي. كان البلدي معموله على الايد هنا عندنا في اسكندريه، كانت بتبحر، كانت بتقطع الشبكه من الجناب من قدام ومن ورا. النهارده الشبكه اللي نازل كله مستورد ما تسالش عليه، يعني 7 سنين 8 سنين 7 يعني ثمنه فيه. بالنسبه بقى للاتحاد المصري للتنس، هو كان سنه انشاء 1920 ومستمر لغايه النهارده. مستمر الان بيقدم الدعم للمدربين وتسهيلات مشاكلهم واخد بالك ويشرف عليهم. عليهم يشرف عليهم وإقامة المباريات بقى فيما بينهم يعني. المدربين المدرب يعتبر محترف. إقامة المباريات للمحترفين وهم المدربين. اللاعبين شيء والمدربين حاجة. المدرب شيء تاني. فاتحاد اللعبة ده اتحاد التنس المصري بيشرف على كل اللاعبين. وعندنا أبطال عالميين بره. أنا هقول لك أبطال عالميين سافروا بره ولعبوا هنا داخل مصر، ومنهم اسماعيل الشافعي وابنه عادل الشافعي. تمام. في كانوا لاعبين بقى في سبورت نادي سبورتنج يعني كمحترفين. محمد حسن عبد الرحمن ويدعى مبرو، شهير بمبرو. مبرو به مبرو. وله ابناء في نفس المجال رحمه الله، له ابناء في نفس المجال. اما علي عبد المعطي بقى يبقى نجم ايه؟ محمد عبد المعطي اللي هو مشهور بكلمه خليشه. اسمها ايه؟ خليشه في نادي سبورت. ايوه. علي عبد المعطي وابنائه دلوقتي عنده كريم ومحمد وبرضه مدربين تنس حاليا. هي العمليه بتبقى وراثه يعني. بيجي الاب ويعلمه وكلهم جامعيين يعني. المدربين بقى اللي هم يعني شهرة عالميه. كان واحد اسمه ابراهيم شجره كان من نادي الجزيره يجي هنا يلعب، وكان واحد تاني اسمه احمد بخيمر يلعبوا في بطوله الايه التنس الدوليه اللي هي بتتعمل في اسكندريه في شهر مارس دايما. طيب بالنسبه للمدربين القدامى بقى مثلا هو اللي بقول لك عليه ابراهيم شجره واحمد بخيمر. في كان كابتن خميس ترماي في نادي الترام. خميس ترماي خميس ترماي صديقي عمري وعشره عمري في نادي الترام في اسكندريه اللي هو ايه في الشاطبي قدام نادي الاتحاد. ايوه. ربنا يديله الصحه خميس ترماي. اما عرفه يودع خالي كابتن عرفه. احنا الاثنين كنا في نادي سبورت سوا بنشتغل في النادي، ولما جينا من النادي جينا على مركز شباب شلات سوا برضه. فهو كابتن عرفه كان مشهور بالسلايدنج او عرفه اصلا لعب سكواش في النادي. لعبة السكواش بتدي اللاعب اسلوب في الملعب مختلف عن لعب التنس. لا يعني هي ما بتروحش منه كوره. بالنسبه بقى لتاريخ اللعبه بقى، حضرتك كنت قلت لي قبل التصوير تاريخ اللعبه يعني برضه اسمها مختلف في الاول. ما كانتش يعني اسمها تنس. كان مسمى تدعى حكشه. بدأت في الصعيد مش في مصر خالص. مش في اسكندريه. وانجلترا طورتها وسمتها بالتنس. انجلترا هم اللي سموها تنس. لكن بالنسبه لتاريخ اللعبه لما كانت بتلعب في الصعيد ده كان حد حكى لك الحكايه دي؟ ما خدتش وقت كبير. وخدتها انجلترا طبعا. كانت عباره عن مضارب خشب زي خشبه بيلعب بيها.
انتشرت بقى واتطورت. هي انجلترا عملتها كده، عملتها بقى في التنس بقى المعروف عالميا. اسكندريه، ما هو انت عندك مصر كلها كانت بتلعب بايه؟ منتجات دانلوب، مضارب وكور وكوتشيات كوتشيات شركه دانلوب كبيره. ايوه، بتعمل مراتب وكاوتش عربيات وبتاع، شركه عالميه يعني. بس اللي هو بتاع التنس عملوا له اداء وعملوا له مضارب جيده لدرجه انها تعيش معاه. لكن مثلا حضرتك شفت مثلا ايه اطول ماتش شفته مثلا تنس كمده مثلا؟ والله في مباريات كانت تلعب من الساعه 2 لنهايه اليوم للمغرب، او مثلا يحصل شتاء والشتاء يعوق الاداء، يعوق المباراه، فبتؤجل اليوم الثاني. اطول ماتش هو لما بيأجلوا المباراه بيحسبوا النقط القديمه ولا بيبتدوا الماتش من الاول؟ لا، لما يكمل الماتش يبقى النقط يعني يكملوه تاني يوم. نهايه الماتش النقط دي كلها بتطلع في نهايه الماتش. احنا بنشكرك على اللقاء الجميل ده. والله